قصة الرجل الغريب. بص يا سيدي، كان في واحد اسمه ميرسو، راجل عايش في الجزائر. حياته ماشية زي الساعة القديمة اللي بطلت تدي وقت. لا عنده طموح ولا أحلام ولا حتى مشاعر واضحة. وفي يوم بيبدأ يحكي لنا حكايته بجملة غريبة جدا: النهاردة ماتت أمي، أو يمكن امبارح، مش متأكد. أيوة كده، من غير دمعة، من غير حتى رعشة صوت. راح الدفن، وقف العزة، شاف أمه في التابوت وسكت. ولا دمعة ولا تنهيدة ولا أي حاجة. وبعدها بيومين راح البحر مع واحدة صاحبته القديمة اسمها ماري. اتبسط، ضحك، اتبسطت، وسابها توعاه تحبه. وأنت تقول الراجل ده طبيعي؟ المهم، ميرسو كان ساكن في عمارة فيها واحد اسمه ريمون، واحد بلطجي كده شوية، عنده مشاكل مع واحدة ست كان مرتبط بيها. واضح إنهم كانوا بيضربوا بعض. وفي أخو الست دي رجل عربي كان بيلاحق ريمون علشان ينتقم له. وفي يوم حر جدا والشمس مولعة في السماء، ميرسو وريمون بيروحوا البحر، وهناك بيقابلوا الراجل العربي. خناقة خفيفة، ميرسو يرجع لوحده ماشي على الرملة، والتعب والشمس والعرق في وشه، وهو شايل المسدس بتاع ريمون. وفي لحظة نور الشمس يخبط في عينه، يحس إنه مش شايف، يتوتر، يطلق رصاصة، وبعدها 4 رصاصات كمان، من غير سبب واضح، من غير مبرر، كأنه ضغط زرار وخلاص. يتقبض عليه ويدخل المحكمة. بس الغريب، محدش بيتكلم عن الجريمة قوي. لا، الكل بيتكلم إنه معيطش على أمه، وإنه راح البحر بعدها، وإنه مش بيصلي، وإنه مش مهتم بالدين، وإنه ما عندوش مشاعر زي الناس. والمحكمة تحكم عليه بالإعدام، مش علشان قتل بني آدم، لكن علشان غريب عن الناس، عن المجتمع، عن الأخلاق، عن كل حاجة الناس متعودين يشوفوها. وفي زنزانته قاعد مستني الموت. مطلبش مغفرة، مخافش، مصليش، مطلبش يشوف ماري، بس قاعد يفكر. وقال لنفسه يعني إيه كل ده؟ أنا هموت، وإنت كمان هتموت، وكلنا هنموت. ليه ندور على معنى؟ مفيش معنى. الكون أصلا مش واخد باله منه، وأنا مرتاح، عارف إني رايح للمجهول. بس مش مهم، أنا على الأقل كنت صادق مع نفسي. خلصت الحكاية. بس لسه السؤال، هو مين اللي فعلا الغريب؟ ميرسو، ولا إحنا اللي بندعي الإنسانية وإحنا بنخاف نواجه الحقيقة؟ أتمنى أنت تكون القصة نالت أعجابكم. متنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكراً.